بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وبارك وزد على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين. صيب النافع يا جماعة، كما شفتوا المقطع هايل. حبيت نبدا لكم الفيديو تاع اليوم الروتين بهذا المقطع المبارك. في اليوم المبارك كنا هنا في النص تاع شعبان. يا رب ارفع أعمالنا وانت راضي علينا إن شاء الله، واللي صام ربي يتقبل منه، اللي ما يقدرش يصوم ومريض نقول له ان اللي عملتيه وانت بصحتك ما تزعفيش، اللي عملتيه وانت بصحتك سيرمك اللي كنتي تصومي وانت بصحتك، واذا كان عندك العذر الصحي راهو يتحسب لك اجر حتى وانت الان مريضه، لان ربنا لا يضيع عمل عامل منا ابدا ان شاء الله، وربنا يجعله كله في ميزان حسناتنا باذن الله. بعد ما كملنا مع المقطع هذا، راهو اليوم شتوي بامتياز. درتنا غداهنا شوينا السمك، كان عندي لادوغات، شويت لادوغات. شوفوا الجماعه اللي تقول لي راهي محروقه، نقول لكم ماهيش محروقه، لانها مشويه في عفوا في الباربيكيو الكتريك. عفوا جات هايله مع تتبيله، ان شاء الله نديرها معكم بالتفصيل، نكتبها لكم في صندوق الوصف باش يعني اللي حاب يجرب الطريقه ان شاء الله. وهذا الفيلي قليته، الحاجه الوحيده قلت الفيلي، وكان عندي البونيت جزء منه كنت درته طاجين في الكوشه، صراحه ما شاركتوش معكم، لكن اللي بقى هذا الجزء فقط شويته. انا قلت يجي ناشف، لكن صراحه جا هايل. وقطعنا طماطم والبصل والسلطه تاعنا والروز، هذاك الروز الصياديه بالطريقه المصريه ان شاء الله، نخليه لكم في صندوق الوصف ونعمل معكم ان شاء الله بالتفاصيل الفيديوهات القادمه، بما ان احنا عائله جزائريه مصريه كتشوفوا تنوع في الوجبات ان شاء الله. وباذن الله مع دخول الشهر الكريم طبعا ما ننسوش شهر الفضل وشهر الخير والبركات والقرآن والعبادة، نحاولوا ننزلوا معكم فيديوهات تختصر معكم في وقت الكوزينة، يعني أفكار بسيطة لسحور لفطور، باش نحاولوا يعني ما نطولوش يعني ما نضيعوش وقتنا وننسوا الهدف من هذا الشهر. بنتي قالت لي هات لي ندوق، المهم السمك كان رائع صحي. اشوي السمك اللي ما عندهاش الباربيكيو او الشوايات ديريها غير في المقله، يعني الحاجه المشويه او في الفرن تكون صحيه اكثر. المهم كما كملنا الغداء وفي الجو الشتوي هذاك، دوك نشوفوا نحن نروحوا جوله بسيطه في اكسيون وجديد، اكسيون لعشاق الاواني، بما اننا داخلين على الشهر الكريم. كل النساء طبعا معظمنا ربي يهدينا نحبوا الاواني لافيسيل، يعني نجيبوا حاجه جديده ولو حاجه بسيطه في رمضان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا ما ننساش ندعو لاخواتنا في غزه، ربي ينصرهم وينصر كل المسلمين يا رب العالمين في الايام المفترجه، يكون الشهر هذا شهر الفرج عليهم وشهر نهايه الالام والاوجاع، ويرحم موتاهم ويتقبلهم من الشهداء يا رب، ويشفي مرضاهم ويجبر بخاطرهم يا رب جبرا تتعجب ليه السماوات والارض يا رب. اوصلنا درك الاكسيون. ما تنسانيش في الجيم البنات، نسيت نقول لكم معظم الناس يشاهدوا الفيديوهات في القناه راهم غير مشتركين للاسف الشديد. واش يمنعك انك تشتركي؟ ان شاء الله تشتركي باش عائلتنا تكبر بكم وليكم، وان شاء الله تحمسونا باش جديد يكون اقوى وجديد ان شاء الله. هادو لي زاسيات وهادو لي يعني حوايج جدد جابوهم في اكسيون طوندونس الذهبي هذا العام. شوفوا هادو الطيسان تاع لي بول تاع الشاي او تاع الحليب راهم هايلين، تاع نسكافيه راهم هايلين عجبوني. وكاين صحونه متوسطين هذوك صغار، وكاين يعني الصراحه الاسعار كانت ماشي غاليه بزاف، لكن يعني صراحه مقبوله. هادو لي بول وهادو لي بواط العلب، هادو حافظ يعني بتحفظ الاكلات، خصوصا دوك رانا داخلين على شهر كريم، ما نحبوش التبديل وما نحبوش نبدلوا. يعني ممكن توجدي اليوم حاجه بقات لك الغد تحطيها وتقفلي عليها بالقفل، هذا محكم جدا ما شاء الله. والثاني يوم تسخنيه غير في الميكرووند او تسخنيه يعني تخرجيه وتسخنيه فوق الفرن عادي، الغاز تاع يعني لا كويزينيير كيما نقولوا. تحفظ الاكل ويبقى تانيك الميزان، انهم يقفلوا باحكام، ما يديروش الريحه في الثلاجه وداك الشيء. المهم كانوا عندهم دو تانوري بول. انا صراحه لازم نجيب حاجه رمضان، لاني ما عندي فقط تاع الفخار بعثتهم لاختي من الجزائر، هي والبرمه كما نقولوا اللي نطيبوا فيها الشوربه، هادو ما نستغناش عليهم، لكن حابه نجيب تاع الشوربه. المهم صحون ابيض يكونوا هكا اللون هذاك الكريمي رائع. هادو تاني عجبوني، ينفعوا تحطي فيهم الشوكولا، تحطي فيهم التمر، تحطي فيهم حاجه كتقدميهم مثلا مع لاتاي في السهره. الكيسان تاني انا من الناس اللي نكسر بزاف صدقوني، هادو الكيسان عجبوني، هادو جدد في اكسون، اول مره نشوفهم
خفاف 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 يهبلوا ملح لاتاي. انا خايفه فقط اسكو يستحملوا سخونه ولا لا. مكتوبين بولو تي وكافي. نجربهم ان شاء الله. ما جبت والو الصراحه، درت فقط جوله، لكن ناويه نجيب نجرب ونقول لكم رايي بكل صراحه. المهم اللي محتاجه اي حاجه جيبي فقط الحاجات الضروريه، فرحي نفسك ولو حاجه جديده فقط باش يكون يعني الصراحه الشهر ده شهر مميز، ماشي شهر الاكل والشرب ونشري، ولكن تعودنا وماشي يعني حنقول لكم العاده حاجه مليحه ولا مش مليحه، لكن اللي تقدر تجيب حاجه بسيطه وكل وحده حسب القدره تاعها باش يكون تجديد يعني في هذاك الشهر. ممكن انا واحده من الناس ما نجيبش العام كامل، لكن نستنى هذاك الشهر باش نجدد. هذه الفكره تاعي. ونتكلموا ان شاء الله كيفاش نديروا الحصاله تاعنا. كاين ناس يستفادوا من الحصاله هذه بزاف، وان شاء الله هذا العام نديروها من بعد رمضان على طول باذن الله، اذا كان عندنا عمر ان شاء الله. وتستفادي وكي تجي هكا المناسبات تكون عليك خفيفه، ماشي تقلي على نفسك وتجيبي، ولا الناس مثلا تجيب لك كل مره تجيب حاجه. ان شاء الله حنزل معكم مشتريات تاع رمضان، ما جبتهاش في دفعه واحده، ما جبتهاش في نهار واحد. يعني الوحده كل ما توفر منها مبلغ ولو بسيط، مثلا من توفير تاع المصروف البيتي ومصروف الشهري او الاسبوعي تاعها، تجيب حاجه بسيطه. المهم هادو لي كافتي عجبوني بزاف. انا عندي وحده جبتها لو تي للشاي، يعني حاب نديكم افكار. كاين حوايج جدد، كاين حوايج يعني جابوهم متعودين يجيبوهم. الاسعار ماشي غاليه بزاف، اللي حاب يجي من اكسيون اللي ساكنين هنايا. المهم ثاني كاين هادو المنظمات راهم روعه، سواء نديريهم اللي عندها مطبخ يعني منظم، يعني عندها لي بلاكاريتو ينظموا بزاف، ينظموا في غرف الاطفال، ينظموا مش غير الثلاجه. الصراحه المنظمات هادو ما نستغناوش عليهم، والاسعار تبقى نوعا ما معقوله. عندك الاشكال والالوان والاحجام المناسبه. المهم كاين ناس بزاف يحبوا هذا النوع من الجولات وكاين يطلبوها مني، وانا واحده من الناس نحب ندي افكار. مثلا ما عم بايش جاي جديد في هذاك المحل ولا حاجه، نديو افكار. وحتى اللي ما ساكنينش هنا يديو افكار، مثلا تلقاي حاجه مشابهه ليها تجيبيها، واش الفكره مني جبت الحاجه هذه. المهم كيما راك تشوفوا دولي بورت مونجي تاني فيهم شحال علبه من الصغير للكبير للمتوسط، يعني تخلي لك الثلاجه تاعك منظمه. لي بلاكار هادو تاني ملاح، تاني للحبوب للمعجنات للرز. وعجبني هادو تاني القفل تاعهم هذا بالخشب يعني بومبو جبونس. المهم خفاف ملاح بزاف، والقفله تاعهم يعني محكمه ما شاء الله. هادو تاع اللانش بوكس يعني الاولاد الصغار اللي ياكلوا في المدرسه، اللي يعني ما عندهمش وقت يروحوا يدوا معهم اللونجه تاعهم ولا داك الشيء. لي باك هادو عجبوني تاني، سواء للثلاجه سواء كان منظمات، عجبوني بزاف. فقط هذه جوله فقط بسيطه. هادو لي غود ما فين نجيبو منهم الصغار. انا صراحه ما حبيتش الحجم الكبير، لاني الصغير مش حيشرب 2 لترات يعني في حتى يدي مع المدرسه. هذا تاع يدير لي كريم، دير لا كريم تاع كابوتشينو تانيك. اللي جربته تكتب لي في التعليق. المهم وهذه جوله فقط بسيطه لعشاق طبعا الجديد في رمضان. وما ننساوش كما قلنا الفضل والهدف من الشهر الكريم. اللي عندها اي حاجه، اللي حابه تنظف، اللي حابه دير اي حاجه تكمل عليها في هذا الشهر. وما ننساوش شهر شعبان الخير اللي فيه، وما ننساوش ان اعمال ترفع فيه وفيه خيرات كثيره، سواء الصيام اللي ربي ما قدرش يقدر يصوم، اللي عنده عذر صحي وما قدرش يصوم يتصدق. كاين خير كتير، يعني ممكن كلمه طيبه، ممكن باستشاره، ممكن بنصيحه، يعني الخير الاشكال والانواع. ونستغل في هذه الايام الخيرات مضاعفه والحسنات مضاعفه. روحنا هنايا البنات حبوا يديروا بسبوسه. مريم سخفت على بسبوسه. طبعا اكياس البسبوسه نشوفها من المحلات التركي او المحلات العربيه، سواء المصريين او اللبنانيين. هذه جاهزه طبعا تجي من مصر، هي نفس الاكياس اللي موجوده في مصر تقريبا. كيس البسبوسه نحط عليه واحد زبادي ناتور طبيعي، ونحط عليه مغرف كبيره تاع زبده طريه او السمنه اللي كان عنده سمن بلدي او يعني العرب، يعني كما نقولوا السمن الطبيعي ما كانش احسن. ما كانش عندي زبادي استبدلته بالحليب. طبعا ما ديريهاش جاريه بزاف وما ديريهاش مشربه بزاف باش تجي معك البسبوسه خفيفه. سر في نجاح البسبوسه ما تخلطيش بزاف. هنا مريومه طبعا خليتها تشارك، طبعا نخليهم يشاركونا هكذا كما احنا كنا في عطله. الموجد هذه هي فقط زدت لها مغرف تاع زبده. و هذه البسبوسه تاعنا واجده ما شاء الله. والشربات نحط كاس سكر على كاس ما يكون خفيف الشربات تاع البسبوسه، ونعصر عصره ليمونه باش تاع القارص يعني باش ما تجيش
يعني حجر منك الشربات. وهذه البسبوسه جات ما شاء الله بنينه ومرمله. وهذا الفيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله الروتين تاعنا البسيط تطلعوا مستفيدين منه ولو بافكار. ما تنسوناش من صالح دعائكم في هذه الايام المفترجه، واللي عندها فكره اللي عندها تدبيره تكتبها لي في التعليق انا تاني نستفيد. واللي ما زالت ما اشتركتش في القناه ما يكلفك والو الاشتراك في القناه، شرف ليا اندماجكم لينا ان شاء الله باش عائلتنا تكبر اكثر وقت وتحمسونا ان شاء الله نعملوا فيديوهات يوميه باذن الله. وهذه سهرتنا البسيطه مع لاتاي ومع الوليدات، وعلموا ولادكم القعده العائليه او الجلسه العائليه، واننا نتكلموا معهم ان شاء الله باش يتعودوا باذن الله. السلام عليكم. لا اله الا الله، بسم الله ما شاء الله، صيبا نافعا يا رب، صيبا نافعا يا رب.